الله ما طيبك الله. تحياتي اللبنانيين، ربي يحفظكم. ولا صديق لبناني هذا من قام يتلاحق له. المهم شافني بلبنان قال لي والله ما اخليك تذوق الاكل اللبناني المعدل. طبعا هسه متوجهين الى الروشة، نلقى هواي عراقيين هناك اكيد لان هو مكان سياحي. راح تقولوا والله احنا شايفين اكو غيركم ما شايفين ترى، خليكم وياي. طبعا اجواء الروشة كلش حلوه لان بيها هواي ناس هناك، المكان سياحي جدا. وهنا وصلنا الى صخرة الروشة مثل ما جاي تلاحظون، الجو خرافي. بالليل يكسر الجو غير الجو النهار، الجو يبدع، يصير بارد هيجي. خليني لكم الاجواء دائما داير الروشة والناس اللي بيها. احنا من فوق طبعا شوف كلها جاي من باقي الدول يعني، من العراق، من المغرب، من جميع البلدان، حتى مغتربين يعني اللبنانيين يجون هنا، لان هواي تعرفت ناس مغتربين يعني يجون سياحه تخيل بلدنا. شوف الاجواء من الروشة، يعني احنا من ساعه لو موجودين هنا كان شفنا الغروب يكون احلى هنا على هاي الروشة. وصدق نسيت اقول لكم شغله، تقدر تاخذ بلم من يعني اللي قدام شوي اكو ياجرون بلم ب$10 يمكن النفر، يجيبك من هناك يدورك الى الروشة هنا للصخره ويدخلك ترى هاي الفتحه مال الروشة ويدخلك بهذا النفق مال الحجر هاي الكبيره مال هم الروشة، يعني راح تتونس بيه. شكو واحد يجي لبنان يجرب هاي تجربه البلم من الروشة، كلش حلوه راح تستمتع بها. تخيل انت مو شوفها هسه صغيره، بالعكس هي كبيره هواي هواي كبيره، كل كبيره تمام. راح تدخل بيها من البلم راح تحس ما اعرف شيء غريب يعني. جربها هي ب$10 سبلينج، جربها. مثل ما لاحظتوا الاجواء بالروشة تكون هادئه وحلوه والناس تباوع على ضلع الصخره، كلش حلوه يعني. ومثل ما قلت لكم تروحون تاخذون بلم وتدخلون من جوا الروشة راح تستمتعون اكثر واكثر، وربي يحفظكم ويخليكم. ما جيت لبنان قال جابوا لك كباب من نهاية العالم وفتوش. الله ما طيبك الله. الضيافة اللبنانية ما احلاها، يما تعبرني. حياك الله يا قلبي، شكرا، لذيذة قوي. فتوش شوي فتوش. ما بيت مو من محل. كبة لبنانية أصيلة بالجوز واللوز، لك الله. شو يعني جاب له كبة، فتوش، بطاطا، شل فراي، لبن، رهانة. انت قبر قلبي، اموت على الاكل اللبناني. فتوش فتوش